هل تعلمين أن كل مادة تتكون من أجزاء صغيرة جدا؟ وما اسم هذه الأجزاء الصغيرة يا تايم؟ إنه الجزيء، وهو أصغر جزء من المادة. وهل يحتفظ الجزيء بصفات المادة نفسها؟ نعم، الجزيء له نفس صفات المادة التي ينتمي إليها. إذن حتى الجزء الصغير يشبه المادة الكبيرة. كيف تكون الجزيئات في الحالة الصلبة؟ تكون متماسكة وقريبة جدا من بعضها. وماذا عن الحالة السائلة؟ تكون أقل تماسكا وتستطيع الحركة حول بعضها. وكيف تكون في الحالة الغازية؟ تكون متباعدة وتتحرك حركة عشوائية في اتجاهات مختلفة. ماذا يحدث للجزيئات عندما نسخن المادة؟ تمتص الجزيئات الحرارة فتزداد سرعتها وتصبح أقل تماسكا. درسنا اليوم كان عن حالة الجزيئات داخل المادة، واستمتعنا جدا معكم. إلى اللقاء أصدقائي.